السلام عليكم، معكم قناة سيراب ومرحبا بكم في فيديو جديد. إعلامي كيقوم بفضح نوايا الجزائر، بحيث أنه كيقول أن الجزائر كتقوم بمنع المواطنين ديالها من المظاهرات لصالح فلسطين، كما أن الجزائر الهدف الوحيد ديالها هو زعزعة الوحدة الترابية المغربية. خليكم مع الفيديو. خسائر مادية، خسائر مالية، وتقهقرت الجزائر لسنوات وعزلت دبلوماسيا وخارجيا. فظائع حصلت وجرائم حقيقية حصلت في الجزائر بسبب خالد نزار. هم يلوموا على الإمارات مساندتها للنظرة المغربية في قضية الصحراء. الإمارات هي نفس موقف السعودية، نفس موقف قطر، ونفس موقف البحرين والكويت. كلهم يساندون النظرة المغربية. رحيل خالد نزار في هذا الوقت إشارة لرجالات سلطة الأمر الواقع، والسعيد من اتعظ بغيره وكفى بالموت واعظا. فهل يعتبر أصحاب النفوذ مما جرى وينتصرون للغة العقل والحكمة؟ يسيبوا حبة بوضياف وتبوش كل الصحراء ما تعرفوش مليح. خليني أنا جو جير لو بروبليم دو لافير دو صحراء. سي بوضياف راهو رايح للمغرب، احنا ما على بالناش باللي الرئيس رايح للمغرب، ما على بالناش. بالطبع وارتبط اسمه بأحلك الفترات التاريخية دموية ورعبا وبؤسا على الجزائريين. هذا هو خالد نزار، رجل السلطة القوي في فترة التسعينيات. رحل خالد نزار اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق. ماذا لو استمع نزار لكلمات التصالح والتوادد بين الجزائريين كما كان يطلب آنذاك أحمد طالب الإبراهيمي وعبد الحميد مهري وآية أحمد وعبد القادر حشاني وغيرهم. رحيل خالد نزار في هذا الوقت إشارة لرجالات سلطة الأمر الواقع، والسعيد من اتعظ بغيره وكفى بالموت واعظا. فهل يعتبر أصحاب النفوذ مما جرى وينتصرون للغة العقل والحكمة؟ إذا مشاهدينا الأعزاء، نتحدث عن خالد نزار. ظاهرا قضية سنة الانقلابات استمرت يعني حتى بعد استقالة زروال. أيضا منطق العسكر هو الذي يعين، وأيضا راح جابوا بوتفليقة، أيضا المنطق العسكر هو الذي يعين، والقيد صالح هو الذي قاد العملية وجاب تبون، وقبلها جابوا بوضياف الله يرحمه وتم قتله. أسعد باستضافة علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هو معي عبر الهاتف من الجزائر. من أين تبدأ شيخ علي بالحاج وأنت تتحدث عن خالد نزار؟ والله أبدأ بقوله تبارك وتعالى في آخر آية من كتاب الله تبارك وتعالى. آخر آية نزلت في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في 2004 بعد خروجي من السجن رفض عشرات الآلاف يحبوا يرفعوا قضايا على ظلمهم واستبدادهم، وهو يدخل من الجزائر، يدخل من خارج الجزائر بعد أن كان محكوم عليه ب20 سنة. في أي دولة صارت هذا؟ في أي دولة ناس يحكموا عليهم أحكام يعني بين 15 سنة و20 سنة ويكسروا الشرع ثم يخرجوا كلهم براءة؟ يعني هل هذه صدفة؟ هي العدالة على الإعاد، هذه هي العدالة اللي مش موجودة، هذه عدالة ظالمة. يعني لحد الآن احنا ما زلنا نعاني، ولحد الآن الناس عائلات عندهم مخطوفين، عندهم موتى لا يعرفون قبورهم ولا يعرفون كذا، ثم تدير انت جنازة معناها انت موافق هذا الرجل ماذا فعل. اذا انت منهم، ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. هذه مسألة ينبغي أن لا يسكت عنها. بالطبع وبيان أو رسالة تعزية تبون لا يفصل نفسه، يعني هو يتحدث عن خالد نزار ويقول أنه مسار من النضالات ومن خدمة الجزائر. وتبون في خطابه أمام البرلمان تحدث عن فترة يعني عشرية الدم، وقال أنه ضد الظلامية، يعني نفس اللغة ونفس الكلام. يتحدث عن هذا الملف، خسائر مادية، خسائر مالية، وأيضا تضيع فرصة على أمة بكاملها. وتقهقرت هذه الأمة لسنوات
وعزلت دبلوماسيا وخارجيا وتم احتقارها وسال الدم وانتهكت الأعراض في الجزائر. هذا هو الشيء اللي حدث، ولن نقول فيها عناوين فقط، لكن فظائع حصلت وجرائم حقيقية حصلت في الجزائر بسبب قرار متهور من عند مجموعة ما عندها ولا علاقة بالحياة السياسية ولا بمنطق الانتخابات، فقط لأن عندهم القوة. لكن ما أشبه اليوم بالبارحة. هو الانقلاب بدأ قبل الثورة، نعم، وبعد الثورة يعني أيضا انقلابات كثيرة، آخرها الانقلاب على الحراك الشعبي وفرض حل من رجل غير سياسي. أيضا حتى هو أيضا قايد صالح فرض رأيه، لا بد من انتخابات ولا بد من استعجال وسوف نتصدى لكذا، وأيضا وحرك العدالة وأصبح هو الذي يرمي بالناس في السجون من باب تصفية الحسابات. استمرارية، كي تقول لك الاستمرارية والاستقرار، استقرارهم هم مش استقرار البلاد. وكي يقول لك الاستمرارية نتوارث نحن الحكم ونعطيه لمن نحب، نحن الذين نرشح ونرشح من ينافس المترشح، وإذا تحدث أحد في الداخل أو في الخارج يسموه عدو ويسموه عميل ويصبوا عليه يعني التهم ويحركوا عليه مادة 87. خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق، نزار خبير عن الشؤون المغربية. يبدو أن الأحداث الأخيرة في المنطقة ولفت أنظار الشعب إلى المغرب هذه هي نتيجتها، والنظام الحالي أخطر وأشرس من سابقه. كنت قلت لسي محمد بوضياف قلت مشكل الصحراء ما تعرفوش مليح، خليني انا جو جير لو بروبليم دو لافير دو سهرا. سي بوضياف راهو رايح للمغرب، احنا ما على بالناش باللي الرئيس رايح للمغرب، ما على بالناش وما علمناش باللي هو رايح للمغرب، ما علمناش باللي هو رايح للمغرب. زوجته تقول أن هذا المقال الذي ظهر في جريدة المساء اعتبره بوضياف بمثابة العصا في العجلة حسب تعبيرها. إذا ثبت أنكم تريدون، ونسب الأمر إلى الجيش أو إلى رفاقه في الحكم، وضع العصا في العجلة، فإنه سيترك منصبه ويغادر نهائيا إلى المغرب، وأن هذا المقال هو الذي أدى إلى وجود خلاف بينكم وبينه. أنا رحت شفته المقال وهذا اللي كتبته. كيف كان موقفه؟ بالطبع منزعج. احنا ندافع قضية الصحراء، ما هوش كره في أشقائنا المغاربة ولا المغرب دا الأرض، احنا دينا الشعارات لومبر، المروك دا لا بروا وحنا دينا الهضرة. مشكلة الصحراء اللي انت سميتها صحراء مغربية، طبعا سلبونا من حقنا في صحرائنا، وبعد ما سلبونا من حقنا في صحرائنا تلفتوا، معناها بعد ما انتهوا من قضية الشرق متاعهم تلفتوا للغرب متاعهم، ويحبوا يسلبوا المملكة المغربية من صحرائها، ويحبوا يجزئوا المغرب الكبير إلى دويلات. بالنسبة لي بحيث يحبوا يأبدوا الحدود الاستعمارية اللي الشعوب المغاربية ما عندها فيها حتى دخل. وحق المملكة المغربية العرش العلوي ما تنزلش فيه، حق تونس في الصحراء تنازل فيه الحبيب بورقيبة، واعتقادي أنه التنازل الوحيد اللي قبله في حياته، وأنا مانيش راضي على هذا، والوقت مفتوح ويجي وقت اللي تونس تستعيد حقها في الصحراء التونسية. علي بالحاج، ماذا في هذا الفيديو الذي تم اعتقالك بسببه؟ اولا حبينا ولا كرهنا، مش مظلومين من محمد السادس. هل المظالم تبرر اننا نجي ونديروا دوله خاصه بنا؟ معناها يولي كل واحد يظلموه يدير دوله. ثم مع القضايا العادله، انا نجيب لك الان 20 مساله عادله في العالم ما وقفتش معاها الجزائر، وحنا عندنا رشان نتاع كيلومتر الله يبارك، وعندنا وحده على الزيت ووحده على السكر ووحده على القمح ووحده على كذا، وحده في السبيطار ووحده باش ندخلوا حتى بيوت الخلاء اللي موجوده في الزنق وهلكتوها. انت ممنوع من مغادره دائره حسين داي، لا يمكنك مغادره دائره حسين داي طبعا الى الاجراءات الاخرى، المنع من التصريح.
هل تشعر شيخ علي بالحاج كابن شهيد بأنك مظلوم؟ في الجزائر ضحى والدك وشهداء آخرون من أجل الحرية، من أجل حرية الجزائريين. أشعر ماشي آلاف الجزائريين يشعرون بالغبن والظلم. عندنا ناس الآن، أنا أقول لك كان عندنا كفاءات أكثر مني وأعلم مني، ويعني عندهم من المعارف، ولكن القمع هو الذي جعلهم يعني يلتزمون الصمت، ما لا يتكلمون، يعرفون حقائق كبيرة جدا. يعني أنت الآن تمنعني من حقي من أن هناك مسألة طرحتها للقاضي، هذه لابد أن يعرفها رجال القانون. قلت له ورجال الأمن الذين كانوا يتابعونني منذ 20 سنة، قلت هذا لم يصدر بحق قضائي، وسلب الحريات لابد أن تكون بحق قضائي. لم يحري جوابه. يعني لم يسألوك عن هذا الفيديو ولماذا؟ يا الأخ جمال، لأنني هذا النظام لا ثقة لي فيه، والعدالة لا ثقة لي فيه، ولكنني ما لم أقله لهم أقوله لكم على العلن. شنقريحة هل من حقه أن يمارس السياسة؟ هل من حقه أن يحول السكنات العسكرية والنواحي العسكرية إلى منصات لقذف المعارضة في الداخل وفي الخارج، ويتهمها بأنهم عملاء وبأنهم أعداء؟ من حقه أن يسأل. البارح عندما تحدث لم يتحدث عن السياسة، تحدث عن العسكر وأن الحروب تطورت وأن صح النوم. يعني وهل السلاح نتاعك أنت سيواجه التطور هذا الذي حدث؟ هنالك الآن جيوش عن طريق الذكاء الاصطناعي لا يأتي بها الشخص أصلا، وهنالك الحروب السيبرانية. الآن اعترفت بأن هنالك كذا، وهل الأسلحة نتاعك قادرة على، عندما تحدث في قضايا العسكر والجيش ولم يتحدث البارحة، لم يقيم رئيس الجمهورية ولم يتحدث في كذا، ما أظن أن واحد رد عليه. لكن أن تتحدث في صلب السياسة، تقيم رئيس الجمهورية وتقيم الدولة وتتحدث عن المعارضة، إذا حولت الفتنة العسكرية. نحن نريد إبعاد العسكر عن العمل السياسي. السياسة للسياسيين، والعسكر لهم شؤونهم ولهم صلاحياتهم وكذا. أنا لم أريد أن أدخل معهم في نقاش، لأنني كيف أدخل أنا أولا لا أعترف بهذه العدالة. أنا أقول للرأي العام سواء في الداخل أو في الخارج، هل من حق هؤلاء أن يمنعونني من حق إبداء رأيي في قائد الأركان الذي خرج عن صلاحيته؟ إذا كان هذا يستلزم تضحية فأهلا وسهلا ومرحبا، وأنا سأعمل بقناعاتي حتى ولو أدت بي إلى السجن أو. فبالرغم من كد الجزائر فالصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. خليوا لنا الآراء ديالكم في لي كومونتير. شكرا، نتلاقاو في الفيديو الجاي.